بمحاكمتها هانت الدولة وهي الدولة. إسرائيل أخذت الجنوب السوري ما هانت الدولة؟ مرة سورية بنت السويدة من جبل العرب الأشم لما بتطلع بتقول للمحافظ قتلونا، تفرج كتفنا، تفرج راسنا، تفرج طيبنا، ما قالوا شو ما عملوا فينا عناصركم. صارت عم تهين الدولة؟ لما المرة بتقول له صار يحكوا لنا خنازير ومجوس وعم تعملوا انتم تفتيت للوحدة الوطنية وكراهية بالمجتمع السوري ورا خطابكم المقيت على السوشيال ميديا وممارساتكم على الأرض، نحن عم ننصحكم مشان تغيروا هالزبالة اللي حوالينا وننتج حكومة وطنية، بنكون عم تهين الدولة؟ ليش ضل ابن حرام ما هان هي الدولة ولعن أبوه هي الدولة؟ إسرائيل فاتت أخذ جبل الشيخ مو إهانة للدولة؟ أفي خي قدرة يعني يتصور قدام قارمة مدخل النيطرة هي مو إهانة للدولة؟ الطيران الاسرائيلي عم يسرح ويمرح فوق سمائنا، ضربنا تيفور وضربنا مطار حما وعم ينزل فينا سفن ونازل بحمص ونازل بالشام ونازل بريف دمشق، ما انهانت الدولة؟ حاكمنا الشيشاني والتركستاني والايغوري والطاجكستاني بسوريا واخذين مناصب، هي الدولة ما انهانت الدولة؟ شعبنا عم ياكل من قلب الحاويات، عم يطخي وياكل ويسكت، عم يستر حاله، بناتنا عم تشتغل شغل ما بيرضى الله، ما انهانت الدولة؟ 300 400 500 ألف موظف سرحتوهم صار لهم 4 أشهر حق أكل ما معاهم، عم يشحدوا العالم، عم يطعموا بعضهم كسرة خبز عم ياكلوا بس مشان ما يموتوا من الجوع، ما انهانت الدولة؟ مجازر يندى لها الجبين ضد أبناء الطائفة العلوية، يعني إذا كنتم منتصرين شوهتوا نصركم، ما انهانت الدولة؟ علم التركي عم يرفرف بعفرين وهالعفرين 600 700 ألف مهجرين من بلدهم، ما انهانت الدولة؟ تركيا جاي توقع معك اتفاقيات دفاع مشترك بس ما يصير في تماس بينه وبين اسرائيل، يعني انت خلي الجنوب نحن ناخذ الشمال والوسط وننهب ثروات سوريا، ما انهبت الدوله؟ ما انهانت؟ لسه ما انهانت الدوله؟ ما انهانت الدوله؟ بناتنا واولادنا عم يشتغلوا بياعين شكلس وبياعين هذا شو اسمه يا نظيم بالشوارع بالشام ميته من جوع، العالم ماشي. مرحبا يا اخي، اهلين اهلين، مرحبا معك دعاء شركس، مو دعاء اسمها الصبيه الاموره برنامج وطن. مرحبا عمو، تقبريني وين رايحه يا خالي؟ اهلين اهلين، مين انت؟ انا معنا، انا دعاء، ما عرفتيني؟ مين دعاء؟ دعاء خالي انا تبع برنامج الهدايا واليوم اكلك علينا. والله يا بنتي ما عندي، ما بشوف، ما عندي تلفزيون. شلون ما عندك تلفزيون يا خالي؟ والله بعته يا خالي مشان اكل واشرب، ما ضل عند مني، رح نشتري لك تلفزيون. ما تعذبي حالك يا بنتي، والله ما معي ادفع فاتوره الكهرباء. ليش وين اولادك يا خالي؟ ليش انا ما قلت لك يا بنتي؟ لا والله تقبريني ما قلتي لي. اولادي ماتوا بالحرب يا خالي، ما عاد عرفنا هاد مع هاد وراح وما ضل حدا، شي اخذوا لي اولادي معتقلين، واللي هرب راح على اوروبا على حق لي البنات والصبايا نسياني، وانا والله يا خالي انا هون الكاميرا خالي، وين خالي وين هون الكاميرا؟ والله ما عم شوف بعيوني يا خالي، لما تواخذيني. طيب جيبوا لي تلفزيون، تقبري قلبي، رح اجيب لك تلفزيون، جيبوا لي تلفزيون. قلت لهم دعاء لا تعذبي حالك يا بنتي، ليش؟ ما عندي كهرباء والله مقطوع علي صار لي شهر. ما انهانت الدولة؟ شو جاي على بالك تاكلي تقبريني؟ شو جاي على بالي اكل؟ ليش انا عم صفي عندي اسنان مشان اكل؟ ليش وين اسنانك يا خالي؟ من مرض السكر سقطوا والله يا بنتي، ما حالتي حالي. تقبريني مين عم يطبخ لك؟ مو ليكون عندي غاز يا بنتي لحتاني اطبخ. صار 4 اشهر حكومتنا العتيده ما جابت لك غاز، ما جابت لي والله يا بنتي. ومين عم يصرف عليكي يا خالي؟ شلون عايشه؟ على الله، الجيران بدقوا الباب علي، والله بخاف شي يوم موت بهالعتمه لحالي وما حدا يحس فيني، تطلع ريحتي وما يحسوا فيني الجيران. تقبري قلبي، شو بدي اعمل لهالخاله اللي عم على مصيبه؟ وانا برايي دعاء الحلقه ما نبثها، ليش؟ فيها فضيحه للدوله، هي حلقه بتهين الدوله، قول لكم ما نبثها، اعطوها 200 300 الف مليون اللي هو الله يساعدك يا خالي، لا حول ولا قوه الا بالله. لا تبثيها دعاء، لا تبثيها، مو ناقصنا فتنه، هلا بيطلعوا لنا جماعه عم تهينوا الدوله.